بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هقول كلمتين اللي يمليهم عليه ضميري أمام الله عشان أبقى بريء ذمتي بس. إن الواحد ما سكتش عن الحق. أولا البقاء لله في الشاب عمرو إبراهيم عبد الحميد، 36 سنة، من مسارة. دخل المستشفى بجرس تعبان، جرس وحنش يعني بالعامية. الشاب ده لما جرس راح المستشفى طبيعي زي ما احنا بنعمل كلنا. دخل المستشفى خد المصل الطبيعي عشان بس الافوره والكلام والكذب والحوارات اللي بتحصل. خد المصل طبيعي جدا في المستشفى، وحالته اتدهورت لان احنا ما عندناش جهاز تنفس صناعي. ما عندناش جهاز تنفس صناعي. الساده النواب منزلين على صفحاتهم، طبعا ليهم كل الاحترام والتقدير، جزمتكم فوق راسي من فوق. انا مش مهاجمكم، بس انا بتكلم على المفروض اللي انت رقيب عليه. ده شغلك يا معالي الباشا، والمفروض تحاسب الناس دي عليه. ان احنا ما عندناش جهاز تنفس صناعي، وحضرتك نازل واما تقول لي انت يعني الساده النواب نازلين وما يتكلموا ان احنا عندنا تقريبا او هنجيب جسم لمعهد الاورام او مستشفى اورام او جسم للاورام وجراحه الاورام والكلام ده كله. اولا انا ما عنديش دكتور اورام في ديروت غير الدكتور علي زدان، والراجل ده تابع معهد الاورام في اسيوط. تمام، يعني ما يقدرش يجي عندي ديروت. ثانيا ما عنديش مكان مجهز للكلام ده. انا ما عنديش سرنجه في المستشفى، ما عنديش سرنجه، ما عنديش حقنه حساسيه اللي هي بتتاخد مع المصل ام 5 جنيه. الحقنه دي حصلت معايا انا شخصيا. بنتي قرصت في رمضان الساعه 3 الفجر وراحت المستشفى، خدت المصل. وهي ما خدتش المصل الاول، قالوا لازم تجيب حقنه حساسيه. حقنه الحساسيه ب 3 جنيه بره او ب 5 جنيه في الصيدليه. جبناها من بره عشان ناخد المصل لانها مرتبطه بالمصل. عارفين يعني ايه؟ انا ما عنديش حقنه حساسيه، ما عنديش سرنجه في المستشفى عشان خاطر طالعين نضارب في بعض على موضوع جسم اورام وجسم بتاع. انا مستشفى ديروت الجديده ادي لها النهارده 10 سنين ما اتسلمتش. ادي لها 10 سنين ما اتسلمتش ودايرين نقول الجسم. المستشفى بتاعت الحمية لحد الان رسميا ما خلصتش. يا جماعه الخير، انا ما عنديش سرنجه، ما عنديش سرنجه، ما عنديش جهاز تنفس صناعي في المستشفى. ايه اللي بيخلي المرضى تتحول للجامعه او المرضى اللي بتموت دياتي؟ ايه اللي بيخليها تتحول للجامعه؟ ايه اللي بيخلينا استنى الاسعاف عشان تجي لي؟ عشان خاطر ما عنديش جهاز تنفس صناعي في المستشفى. انا ما عنديش امكانيات ان انا اخلي المريض بتاعي عندي واحنا طالعين بنتضارب قدام بعض ان احنا هنجيب جسم مش عارف ابصريه وجسم للاورام وجسم. لا يا باشا، انا عايز سرنجه وعايز الحاجات الاساسيه اللي هي المفروض تبقى في المستشفى، اللي هي الاشاعه، الجهاز تنفس صناعي اللي هي عنايه مركزه. عاوز الحاجات دي تكون موجوده عندي. مش عاوز انا يبقى عندي ابصريه وانا ما عنديش امكانيات بسيطه اللي هي من حق المواطن. اولا الولد دخل المستشفى الله يرحمه، وطبعا عزائنا لاهله وكلنا معاهم مش ضدهم، احنا معاهم وما نطالب بحقهم. الولد دخل اتعمل له تقرير طبي، معمول له تقرير طبي في الساعه واللحظه اللي دخل فيها. اتعمل له خطاب تحويل عشان المزايدات بس والكلام. تمام. متبلغ بيه للمديريه، اتبلغ بيه المديريه في اسيوط. تمام. المستشفى بلغت والاهالي بلغت، يعني المستشفى بلغت بالحاله والاهالي بلغت بالحاله. تمام. الاسعاف ما جاتش للحاله يمكن اكتر من 3 ساعات. ده كلام المستشفى وكلام الاهالي، يعني متبلغ بيه. مين المسؤول ومين اللي دفع الثمن؟ الاسعاف تقول لك ما حدش اختارني، المستشفى اما تقول لك اخترت المديريه. طيب انا مش عارف يعني المريض دلوقتي احنا اللي يقعد في دايرته يموت واللي يروح اسيوط يموت. انا مش عارف مين السبب او مين المسؤول او مين المتسبب في الكارثه اللي حصلت عشان ما تتكررش. هو الشاب مات وقضاء ربنا سبحانه وتعالى نفذ وخلاص، والشاب راح الله يرحمه. وربنا يصبر والديه، وربنا يخلص حقه من كل مهمل. ربنا يخلص حقه من كل مهمل ومقصر وواحد ما عندوش ضمير. اولا انا الاسعاف عندي في ديروت الشريف جنبيه
يعني 5 دقائق تبقى في مستشفى ديروت. لو جت من على الصحراء ومن دشلوط ربع ساعة يا سيدي، تلت ساعة. لو جت من قلب ديروت من جوه 10 دقائق. طبعا الاسعاف اول ما تشتغل السرينه كله بيفتح لها الطريق. تمام، بس عشان الامور تكون واضحه، ادي 3 اماكن. مش هقول لك ان هي تجي من اسيوط، لا ده 3 اماكن اهم. 3 اماكن. لو جت من على الصحراء هتاخد ربع ساعه ولا تلت ساعه. لو جت من ديروت من جوه هتاخد 10 دقائق مثلا. لو جت من ديروت الشريف 5 دقائق او 6 دقائق. والاسعاف تبقى في المستشفى. لماذا التاخير 3 ساعات واكثر على الحاله؟ ليه الحاله ماتت؟ عشان ما عندناش جهاز تنفس صناعي. الحاله دخلت خدت المصل قدام الاهالي. طبعا الاهالي لو عارفه ان المستشفى مقصره في شيء ما كانتش اشتكت. انما المستشفى لحد علمي وبكلام الاهالي ان ما فيش تقصير من ناحيه المستشفى، لان الشاب خد الجرعه بتاعته اللي هو المصل والكلام ده كله. انا خطابي هنا للساده المحترمين اللي بيتكلموا ومنزلين ورق على الفيس والكلام ده كله، لكم كل الاحترام والتقدير طبعا، وجزمتكم في راسنا من فوق. بس انا بتكلم بما يرضي الله. انا طالع اتكلم باللي يملاه عليه ضميري. انا ما عنديش سرنجه في المستشفى يا سياده النائب، يا ساده النواب. انا ما عنديش سرنجه في المستشفى. ما عنديش حقنه حساسيه ام 5 جنيه اللي هي المفروض ما تتاخد من المصل. ودايرين ندور على اجهزه بملايين، اجهزه بملايين، واحنا ما عندناش امكانيات لا شاش ولا قطن ولا حقنه بتاع ده سرنجه تكون موجوده في المستشفى. ما هو الحاله ماتت. الحاله ماتت بسبب الاهمال. النهارده انا عشان خاطر مش عارف ابو سريع. طب هو معلش في الكلمه يعني، انا لما يكون هاتولنا خطاب من المديريه تقول للمستشفى ان الاسعاف تطلع خاص. الاسعاف تطلع خاص. النهارده الاسعاف بتطلع خاص ب 805 جنيه وبتاخد ايصال بالكلام ده. الراجل بتاع الاسعاف كاتبه عندي في التعليقات، وانا نزلت لحضراتكم التعليقات على الصفحه. انا منزل التعليقات على الصفحه، والراجل جاي الكلام ده بتاع الاسعاف. لما انا اتكلم معاه هو دخل هجمني وبيقول لي انتخابات مين وبتاع. ده حياه ناس. انتخابات ايه وزفت ايه ودعايه ايه؟ دي حياه ناس. ناس اما تموت، ناس بتموت، اهالي بتروح المستشفى مش اما تكمل ساعات وتموت بسبب الاهمال. ايه الاهمال؟ ايا كان المقصر يتحاسب. المقصر يتحاسب. المستشفى خلت مسؤوليتها، يبقى نشوف هيئه الاسعاف. هيئه الاسعاف محدش اختارها، يبقى الغلط عند المديريه. نشوف مين المقصر ونحاسبه. يا ساده يا نواب، يا ساده يا نواب. الولد اللي مات ده، الولد اللي مات في ضميركم انتوا وفي ذمتكم انتوا امام الله. المفروض ان حضراتكم انتوا اللي تجيبوا له حقه وتحاسبوا المقصر عشان ما يبقاش فيه اهمال تاني، عشان ما تحصلش نفس الكارثه. وارد المشكله دي تحصل معاك، وارد تحصل معايا، وارد تحصل مع اي حد. كلنا معرضين للخطر، كلنا معرضين لحالات. انا بنتي جرست الساعه 3 الفجر وراحت المستشفى. معرضين كلنا للمواقف ديات. محدش فوق القانون. المفروض اللي غلط يتحاسب. ارجوكم 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 نشوف حل. يا اما المستشفى والمديريه تخاطرها ان الحاله لما تروح تطلب اسعاف خاص يبقى علني كده ومكتوب علني، تبقى الناس عارفه. طبعا الناس ما حاش ال 800 جنيه هتجيب منين اللي هي رايحه خاص، اللي رايحه الحكومي. بس هنقول زي بعضه، تبقى انت اخترت وخلت مسؤوليتك. انما انا افضل مقعد الحاله 3 4 ساعات والاسعاف ما تجيش عشان خاطر اطلب خاص، لا ما ينفعش. دي كارثه، دي مصيبه، ده اهمال، ده استهتار، ده تسيب، دي جريمه يعاقب عليها القانون. جريمه يعاقب عليها القانون ويتحاسب كل مقصر قصر واهمل في ان واحد يروح هدر بسبب الاهمال. والاهمال من مين؟ كل واحد بيرمي على التاني. اتمنى ان احنا نتعامل بضمير حي، بالانسانيه والرحمه بالمواطن. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.